في ظل النظام العسكري الجزائري وفي نهجه عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مطالب الشعب القبائلي، أصبح أكثر هستيرية بمناسبة الاحتفالات المزدوجة بالربيع الأمازيغي 1980-1981 والربيع الأسود 2001، بل ازداد سعاره بعد المظاهرة الكبرى التي نظمها القبائليون في 16 من أبريل في باريس، والتي حشدت أكثر من 20,000 متظاهر، ناهيك عن المطالب القبائلية التي وصل صداها الآن إلى أمريكا الشمالية. وقالت مصادر إن مدن القبائل لا تزال تحت الحصار الفعلي مع نشر تعزيزات أمنية كبيرة لمنع أي شكل من أشكال التظاهر في تيزي وزو. على سبيل المثال، أصبحت مدينة أشباح بعد قرار السلطات الجزائرية بحظر التجمعات العامة كيفما كان نوعها. وأشارت أحد المصادر من داخل حركة تقرير مصير منطقة القبائل إلى أن كل مدن منطقة القبائل مطوقة، وأقامت الشرطة والدرك سدودا في كل مكان، وتحتل قوى النظام جميع المدارات. ومن باريس، أكد أكسل بالعباسي وهو قيادي شاب بحركة الماك ومكلف بمهمة لدى الحكومة القبائلية المؤقتة بالمنفى، قائلا إنه أمر غير مسبوق منذ عام 1980 عندما حظر النظام الجزائري المسيرات بقمع أعمى، موقعا على شهادة ميلاد الربيع الأمازيغي. إن الحصار المضروب على منطقة القبائل اليوم يكشف التوتر الشديد للنظام الاستعماري في مواجهة الدعم المتزايد الذي تتمتع به قضيتنا. ببجاية، إحدى أكبر مدن القبائل، تم اعتقال العديد من الأشخاص، معظمهم من الطلاب. طلاب آخرون محاصرون داخل جامعة عبد الرحمن ميرة، أحد معاقل احتجاجات القبائل. وقد أكد قادة حركة الماك في تصريحات لهم أنهم يتوقعون مثل هذا القمع الوحشي والحصار من قبل السلطات الجزائرية ردًا على المظاهرات المقرر تنظيمها في منطقة القبائل.